دولة الخلافة الفاطمية السبعة. في سنة 26 و500 للهجرة تخلى الوصي على العرش الأمير عبد المجيد عن لقبه كفيلا لحمل منتظر، وبايع لنفسه بالخلافة وتلقب بالحافظ لدين الله، فكان أول خليفة فاطمي. أبوه ليس إماما. توفي الحافظ وتولى ابنه الأصغر إسماعيل وتلقب بالظافر بالله. وفي سنة 49 و500 للهجرة قام نصر بن عباس الصنهاجي بقتل الخليفة، وجاء عباس بابنه عيسى ذي ال5 سنوات ونصبه ولقبه بالفائز. علم الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله بما جرى في مصر، عين صاحب دمشق نور الدين محمود زنكي واليا على مصر من قبله. وعند وفاة الخليفة الفائز نصب عبد الله حفيد الخليفة الحافظ وزوجه من ابنته ولقبه بالعاضد لدين الله. لكن عمة الخليفة ست القصور دبرت قتل طلائع سنة 56 و500 للهجرة، وتولى الوزارة بعده ابنه رزيق الذي قام بعزل شاور حاكم الصعيد. وقام شاور بجمع القوات ودخل القاهرة سنة 58 و500 للهجرة، وقتل الوزير رزيق بن طلائع.